هل كان اللاعب إيبوسي ضحية احتجاجات الأنصار ولا كان ضحية جريمة مدبرة؟ مرحبا بكم في احكي لي مع سمية. نروح إلى الكاميرون وبالضبط في دوالا في 6 أكتوبر 1989، وين زاد ألبير إيبوسي بوجونغو في عائلة فقيرة، وكانت عنده موهبة اتطورت مع الوقت اللي هي كرة القدم. كان إيبوسي لاعب مميز في كرة القدم ملي كان صغير، يعني ملي كان صغير بانت الموهبة ديالو. التحق بالعديد من الأكاديميات الكاميرونية، والحق وين استدعاه الفريق الوطني الكاميروني لأقل من 19 سنة، وتم كانت الانطلاقة الحقيقية ديالو وين بانت المهارات واللي أهلاته باش يسيني مع نوادي في قارة آسيا. راح ماليزيا وراح الأندونيسيا، لعب في نوادي تماك. وقتها كانت الجزائر مشهورة بكرة القدم، يعني كرة القدم الجزائرية بدأت تطلع وبداو يخرجوا منا لاعبين يروحوا يلعبوا في أوروبا. إيبوسي خمم بلي الجزائر هي طريقه الوحيد نحو أوروبا، بدأ يراسل في الأندية الجزائرية الكبيرة ويستنى الجواب اللي كان من طرف جياسكا سنة 2013. جياسكا هي شبيبة القبائل، هو فريق كبير في الجزائر. إيبوسي متكامل واش عنده للفريق الشبيبة، وكان أجمل موسم يلعبوه شبيبة وإيبوسي، حيث توجه هداف البطولة ب17 هدف. يوم 23 أوت 2014، مباراة صعيبة بين لياسما اتحاد العاصمة ولا جياسكا شبيبة القبائل. تقدمت لياسما بهدف في ملعب أول نوفمبر في تيزي وزو. جاء إيبوسي عدل النتيجة بضربة جزاء. في الشوط الثاني تتقدم لياسما بهدفين مقابل هدف. خلصت المباراة بخسارة لاجياسكا في ملعبها وأمام جمهورها. حتى لدوكا كلش عادي، فريق خسر مباراة وخلاص، لكن الجمهور ما تقبلش الخسارة وبدا يرمي الحجر على اللاعبين اللي كانوا رايحين لغرف تغيير الملابس. كانوا يتعرضوا للإهانة والسب والشتم لأن الجماهير راحت للمدرجات اللي كانت فوق الممر ليؤدي إلى غرف تغيير الملابس حسب اللاعبين وشهود العيان. إيبوسي جاتو حجرة كبيرة في يده وحجرة حادة في رقبته حسب شهادة أحد اللاعبين واللي كان سوا وراء إيبوسي. قال: لما دخلنا للتونل، أي ممر ليؤدي إلى غرف تغيير الملابس، كانوا الأنصار يرموا علينا بالقرع ديال الماء والحجر، وفجأة شفت إيبوسي كي طاح وداروا بينا لابوليس، دخلونا لغرف تغيير الملابس، رفدوا إيبوسي داوه المستشفى. اللاعب قال باللي ما كانوش متوقعين باللي يموت، وكانوا عم بالهم باللي جاتو ضربة دوخاتو مع التعب والضغط، وقال باللي كنا نستنى ونشوفوه كي نخرجوا من صطاد حتى جاهم خبر الوفاة ديالو. أنعم، إيبوسي توفى مباشرة بعد نهاية المباراة. رئيس شبيبة القبائل آنذاك المرحوم حناشي خرج وصرح بلي تصرفات الجمهور كانت همجية وإيبوسي هو ضحية عنف الملاعب، وقال بلي إيبوسي لاعب ممتاز كان يشم اختريكو من أجل لاجياسكا. زعف بزاف وقال لازم حماية اللاعبين. مدرب شبيبة آنذاك أيد جودي كان ضعفان بزاف، وصرح أمام الصحافة باللي لازم يتغلق الملعب، وتأثر بزاف بفقدان إيبوسي. روا وقرباج كانت صريحتهم مفاجئة، حيث قرروا توقيف البطولة الوطنية بعد انطلاقها بأسبوعين فقط. من جهة واحدة أخرى، الكاميرونيين داروا حال على جل وليدهم لتقتل في الغربة، ولما داو الجثمان ديالو وداروا التشريح، وهنا بدات قضية واحدة أخرى اللي خلقت مشاكل كبيرة بين البلدين، حيث أكد الطبيب الشرعي الكاميروني باللي إيبوسي تعرض لضرب مبرح والذبح بآلة حادة على مستوى الرقبة. لتخرج الجزائر بتقرير الطبيب الشرعي اللي تعمل في الجزائر قبل ما يبعثوا الجثمان ديال إيبوسي. التقرير يقول أنه إيبوسي مات بضربة حجر حادة وليس بسلاح. واحد الوقت خرجت مرأة كاميرونية كاين اللي قالوه هي أخت إيبوسي، عملت فيديو
قالت باللي اللي قتل إبوسي هو شرطي، وأداة الجريمة هي أداة حادة وليس بحجرة. تغلقت القضية على هذا الأساس حتى تعاود تحل في كان 2022. نروح الآن إلى كان 2022، وين كانت معظم مباريات الفريق بمدينة دوالا. وين سمعتوا هذه المدينة؟ نعم، هي مسقط رأس إبوسي. تما شفنا فريقنا الوطني بوجه مغاير، خسروا كل المباريات وتقصوا من الدور الأول بعد ما كانوا أبطال إفريقيا. في ندوة صحفية اللي عملها المدرب جمال بالماضي، قال له أحد الصحفيين بأنه سبب الإقصاء هو لعنة إبوسي اللي راه يتبع فيهم. المدرب ما خرج بحتى تصريح، وقال أنه لما يلحق للجزائر رايح يقول الحقيقة. اللاعبين مباشرة بعد الإقصاء ما زادوش قعدوا في دوالا وراحوا للمطار مباشرة، وكي شفناهم كانوا يبانوا خايفين وغير مرتاحين، خاصة اللاعب رياض محرز. واش صرا في دوالا؟ يقعد لغز غامض، واحد ما يقدر يعرف الحقيقة. وانتو ما في رايكم؟ كيفاش كانت مقتل إبوسي؟ هل هو ضحية عنف ملاعب ولا كان ضحية مؤامرة؟ شنو هو السبب لهذه المؤامرة؟ وشنو هو الهدف من وراء هذه المؤامرة؟ وشنو هي علاقة اللاعب إبوسي والمقتل ديالو مع كان 2022؟ القضية ديال اليوم قضية غامضة ومبهمة، ملحقناش الحل ديالها. هي أول قضية غامضة نقوم بها في هذه القناة. نتمنى إن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله يكون الشان نجح في الجزائر وحظ موفق للفريق الوطني الجزائري.